السلام عليكم. عواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمناو ان شاء الله. اليوم تنقترح عليكم سلو بطريقه زوينه غادي تعجبكم بزاف، بدون زيت بدون زبده وبدون دقيق، خليته صحي كيجي زوين بزاف، غادي يعجبكم مع 3 ديال الطرق ديال التقديم حتى هما زوينين غادي يعجبوكم. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي جيم او بارطاج. بسم الله نبدا الفيديو. هنا عندي كيلو ديال اللوز البلدي، نختاروا اللوز البلدي كيجي زوين في السفوف احسن من هذاك اللوز الرومي، واخا هو بعد مرات يكونوا فيه شي حبات حارين ولكن معليش لان كتكون الكميه كثيره. هنا غسلته مزيان ونشفته، غسلته ودرته في واحد السربيته وخليته كيضرب فيه الهواء حتى نشف. هنا عندي كذلك كيلو ديال الزنجلان او السمسم، بعد ما غسلته مزيان وخليته كينشف ونقيته. ضروري هذا كنغسلوه وكنشفوه عاد كنقيوه باش كنحيدو منه هذاك التراب الرقيق اللي تيكون فيه. هنا عندي نصف كيلو ديال الكاوكاو او فول سوداني، حتى هو غسلته ونشفته. عندي هنا نصف كيلو ديال دقيق القمح الكامل بنخالته. وعندي نصف كيلو ديال دقيق الشعير الكامل، حتى هو على هذا الشكل. هادو كنمشي كنشريهم من الطاحونه مباشره، كيكونوا يلاه طحنوهم ولا كيطحنهم قدامك. الشعير بالنسبه للشعير هو هذا الشعير مطحون صافي كيطحنوا ليا وكنجيبو. هنا عندي 500 غرام ديال السكر البني او لا كاسوناد. هذا السكر البني راه طبيعي، من اما تيكون من النخل ولا من القصب غير مكرر، راه صحي بزاف. هنا عندي معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الشمر او حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال اليانسون او النافع. وهنا عندي مسكه حره وشويه ديال الملحه غادي نطحنها معاها. اول حاجه كنبدا كنحمر في الدقيق هو الاول. بديت بهذا ديال القمح او ديال الشعير، كنحمرو دائما. كنحط حدايا واحد زلافه فيها الشعير ما طايبش باش كنعرف درجه ديالو واش بدا كيطيب ولا لا. دائما كنخلي حدايا هذيك الزلافه هي اللي كنشد بها العبار. من بعد كنصفيه هكا في الصفاي وكنحتفظ بهاد النخاله. هاد النخاله مفيده بزاف للناس اللي عندهم مشكله في القولون او المصارن. كنديروها مع دانون مسوس او ياغورت طبيعي وكنتسحروا بها هكا في رمضان، راه دواء. غير جربوها بالنسبه للناس اللي تضرهم المصيرنات. هنا نفس الطريقه كندير مع هاد ديال القمح، دقيق القمح. دائما تنخلي حدايا زلافه صافي على هذا الشكل، حيت هو ماشي بحال الدقيق غادي نجربوه بالزيت لانه اصلا تيكون اللون ديالو مغلوق. صافي كنحيد هاد النخاله ديالو حتى هي ما خليتش انا النخاله واخا انها مفيده، ولكن غادي نبقى نحس بهذيك الحروشيه. منين نبغي ناكل سلو نبقى نحس بالحروشيه. هنا كنبدا نحمر في هذاك السمسم او زنجلان، كندير معاه معلقه ديال زيت زيتون. وهذه هي الطريقه باش كنعرفوا واش تحمر ولا لا. كنشد شي 2 ولا 3 وكنضغط عليهم بيديا، الا خرجوا الزيت بركه عليهم. نفس الطريقه كندير مع الفول السوداني او كاوكاو معلقه ديال زيت زيتون نحمروا هكا. دائما كنبقى واقفه على الكوكوط، انا فضلت الكوكوط احسن من الفران، كتجيني ساهله وكنبقى كنشوف الحاجه قدامي واش ما كنبقاش كل ساعه كنحل في الفران وكنطل. هنا نفس الطريقه كنديرها مع هاد اللوز، معلقه ديال زيت زيتون. ودائما النار تكون مهيله باش ما يتلهبش لكم هاد الشيء ويبقى خضر من الداخل. ضروري النار تكون مهيله. هنايا هذا كنت كل مره كنحلو، كل مره كنقسم وحده على 2 كنقيس حتى حصلت على اللون اللي بغيت. هذا اللون خاص يكون ذهبي ما يكونش مغلوق، الا كان مغلوق راه غيكون فيه المروره ما يبقاش زوين. هنا كناخذ الثلث ديال هاد الكميه، الثلث اللي هو كنقسمو كميه على 3 وكناخذوا وحده من هادوك 3 هو الثلث ديال هاد الكيلو.
وكان غير كنهرمشو ما كنطحنوش، كنهرمشو غير باش كيخرج لي هذاك الريحه ديالو وهذيك المذاق. نفس الشيء كندير مع هذا اللوز، حتى هو كناخذ الثلث ديالو وغير كنهرمشو حتى هو. وكناخذ هذاك السكر البني كنطحنو بحال السكر كلاصي، وكناخذ هاد المسكه الحره هي وهذاك الملحه، وكنطحنها حتى هي حتى كنخليها بحال السكر كلاصي على هذا الشكل. ونفس الشيء كندير مع النافع ومع حبه حلاوه. النافع اللي هو اليانسون، وحبه حلاوه اللي هي الشمر. كنقول بهاد اللغه العربيه لان كاينين اخوات عارفاهم تيتابعوني من الدول العربيه ما تعرفوش بزاف المصطلحات اللي تنقولهم حنا بالمغربيه. هنا كنجمع هاد الكميه كامله، هاد المواد كاملهم اللي حمرت كنجمعهم كاملهم مع بعضهم، وكنضيف هاد السكر، وكنضيف شويه ديال اليانسون وشويه ديال الشمر، وكنضيف هذا حيت انا عندي القصريه صغيره ضفت غير نفس الكميه. هنايا هاد الكوزه ما ذكرتهاش في الاول، كنت نسيتها ولكن عاود تفكرتها. كنحك واحد شويه ديال الكوزه، كندير واحد 4 معالق ديال الكوزه وكنخلطهم. هنا ما كنحتاج الى حتى شي نوع من انواع الزيوت، لان غادي نخرج غير الزيوت ديال اللي موجوده في هاد السمسم واللي موجوده في اللوز، لانهم هما غنيين بالزيوت وبالاوميغا 3. جدودنا قبل ما كانوش كيديروا الزيوت، لا كانوا كيستعملوا الزيت، كان ممكن غير زيت زيتون او ارغان. كانوا كيطحنوا هاد الفواكه الجافه في الرحى، وكانت كتولي بحال املو كتخرج الزيت ديالو. هما اللي كانوا كيستعملوا هادشي، وما كانوش كيديروا لا دقيق لا حتى شي حاجه، كانوا كيديروا غير الدقيق الكامل. هنا غادي نديه نطحنو عند العطار بكل شيء. خلطت كل شيء هاد المواد وغنديهم عند العطار نطحنهم 3 4 طحنات حتى ل5 ديال الطحنات على حسب الماكينه ديال العطار. هنا من بعد ما طحنتو عند العطار، اللي عندها تيرموميكس ولا اللي عندها شي آلة كطحن ليها مزيان، شي روبو كيطحن مزيان، طحنو في الدار. انا ما عنديش الروبو كيطحن ليا مزيان، قلت من الافضل عند العطار، وحيدت عليا حتى تماره. هنا كنجيب هادوك السمسم وهداك اللوز اللي هرمشت في الاول، اللي طحنتهم طحن خاشن، كنخلطهم مع هاد المكونات. هنا ما كنحتاجش نعجن بزاف لان راه جاو معجونين ومدلوكين من عند العطار، غير كنجمعهم حتى يتجمعوا مع بعضياتهم وصافي. هنا الا لاحظتوا في الاول كنت حاطه واحد زليفه ديال العسل، ولكن العام اللي فات كنت درت العسل ديال التمر، كنت مصايباه في الدار، ولكن كان جاني قصح ليا وقلت بلا ما نديرو غادي غير يعاود يقصح ليا، لان العسل فعلا تيقصح سلو. ما ديروش العسل، ديروا غير هذاك لاكاسوناد، لان غير سكر طبيعي غير مكرر، صحي وزوين. هنايا كندوز التزيين، زينتو على هاد الطريقه البلديه. وشوفوا تبارك الله الليدام كيفاش كيبان كيبري، غير الليدام ديالو. هنا دزت باش ندير طريقه اخرى عصريه للتزيين، راه شفتوها معايا في الاول. كندير هاد الاطار الدائري، كندير القياس ديال 22 باش يجيني عالي، وكنبقى كندير الطبقه وكنضغط هكا كل طبقه كنضغط عليها ونعاود ندير طبقه اخرى وكنعاود كنضغط حتى كنكمل الكميه اللي بغيت انا والقياس اللي بغيت والعلول اللي بغيت. صافي. هنايا فاش كملت درت هاد الزليفه هكا باش نصايب هلال، ترحابا بالشهر الكريم رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. جا الديكور ديالو زوين صافي. وكنحيد هذاك الاطار وكنزين. تزيين كيبقى اختياري، انا غير كاقتراح مني. ودرت شويه ديال الاوراق الذهبيه، راه ان شاء الله في هاد الحلويات كاملهم غتبقاو تشوفوا معايا الاوراق الذهبيه لانهم كيعجبوني. كندوز باش نصايب الشكل الثاني او النوع الثاني اللي هو اختاريت يكون نوع فردي. الناس اللي كيعجبهم هاد الاشكال الفرديه كل واحد ياخذ قطعه هكا قدامه في طبيسيل، حتى هو جا زوين وكافكار او كاقتراحات للشهر الكريم. كندير هكا المعلقه وكنبقى كنبسط، كندير طبقه بطبقه نفس الطريقه ديال هذاك السيركل الاول، كنعاود به هاد الثاني صغير. كنسالي كنهزو كنجمعو هكا من جنيبات وكنديرو في هاد الوريقات ديال الدونتيل.
وكنزين بشويه ديال اللوز. التزيين كيف ما قلت لكم دائما كيبقى اختياري، ديروا اللوز ولا كاوكاو ولا زنجلان، كاع هادشي كاين فيه لداخل، ووريقات ديال الورد كيجيو جد رائعين وجبنين بزاف. هذا لدرجه انا كنفطر فيه الصباح ما كيضرنيش، لان ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تضر. الحلقه ديالنا ديال اليوم سالات، كنتمنىها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم القناه ديالي ومحتواها ما تنسوش تشتركوا فيها باش العائله ديالنا تكبر. جيم وبارطاج. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. بسلامه.